هذا تقرير مفصل على حظوظ أسود الأطلس في المواجهة الحاسمة ضد تنزانيا دور 16 في كأس إفريقيا 2025. تحليل مبني على الأرقام والتاريخ. أولاً، قراءة في الأداء الحالي. نبدأ بالمنتخب الوطني. المغرب تأهل في المرتبة الأولى من بعد بداية قوية وفوز كبير على زامبيا ب3-0. إبراهيم دياز وأيوب الكعبي شاعلين في هذه الدورة وبصموا على أداء هجومي كبشر بالخير. ولكن خاصنا نكون واقعيين. المنتخب خاض مباريات ما كانش مقنعة بزاف، بحال التعادل مع مالي. هادشي كيبين باللي الماكينة مازال ما وصلتش للطوب ديالها. النقطة القوية هي اللعب في المغرب قدام جمهورنا اللي غيكون هو الدافع المعنوي الكبير للدراري. في المقابل، تنزانيا جاية بطموح جديد، أول مرة في التاريخ كيوصلوا لها الدور من بعد ما تعادلوا مع تونس وتأهلوا كأحسن ثالث. فريق بدنيا واعر وعندهم روح قتالية كبيرة، ولكن نقصاهم الخبرة في هذا النوع من الماتشات ديال الخروج المغلوب قدام منتخبات كبيرة. ثانيا، لغة الأرقام والتاريخ. إلا شفنا التاريخ، الأرقام كتهدر مغربي. في آخر 5 ديال اللقاءات مباشرة المغرب ربحهم كاملين وسجل 10 ديال البيوت وماركوش علينا غير بيت واحد. آخر مواجهة رسمية كانت في تصفيات المونديال وسالت ب2-0 للمنتخب. هذا التفوق التاريخي كيعطي ثقة زايدة لأسود الأطلس وضغط على الخصم. ثالثا، حظوظ الفوز والتكتيك. شحال هي فرص الفوز؟ التوقعات والتحليلات كتعطي المغرب أكثر من 80% ديال احتمال التأهل. السيناريو الأقرب هو فوز المغرب بنتيجة واضحة بلا ما تستقبل شباكنا أي هدف. تكتيكيا احنا هجوميا قوى بزاف وعندنا تنوع في المراكز ولعابة في مستوى عالي في أوروبا. تنزانيا غالبا غتلعب على الدفاع والتحولات السريعة. السيطرة على الكرة والتركيز من الدقيقة الأولى هما المفتاح باش نفتحوا الثغرات ونسجلوا هدف مبكر يريح الماتش. النتيجة المتوقعة والخلاصة. النتيجة اللي كيرشحوها الخبراء هي 2-0 ولا 2-1 لصالح الأسود، يعني فوز مريح مع سيطرة واضحة. الخلاصة، فرص المغرب كبيرة بزاف باش يطمن بلاصتو في الربع. التاريخ والأرقام كيعطيونا الأفضلية، ولكن الحذر واجب. تنزانيا ما عندها ما تخسر، والروح ديالهم في البطولة تقدر تصعب علينا المأمورية إلا ما دخلناش في الماتش من الأول.